شفت اللي حصل مع سواق اوبر النهارده؟ ما شفتش؟ تعال نشوف. من تحت دي فين ده؟ فين ده؟ اكمل المسجله شمال مطرح محطه اللوكيشن. طب ما هو اللوكيشن اهو. اللوكيشن فين؟ بس انا هوريك. هتعمل لنفسك فرده من تماره 100 ناكه. ليه يا عم؟ اسمع مني يا عم انا بكلمك وعلى بالراحة. الحلال 100 جنيه ما تاخد دين ام العربيه. الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده فيديو يحرق الدم، فيديو انا شفته اتوجعت. يعني ده سواق اوبر ركب معاه واحد سرساجي معفن، بعت معاه مراته وعياله، فالولد خاف يخش المنطقه، لقاها منطقه شمامين ومنطقه قرف ومنطقه زباله، الراجل خاف يخش، ايه اللي يخش؟ قال لهم يا جماعه نزلهم مشاهم 100 متر، فتعال نتفرج شوف التاني عمل ايه، يعني جوز المره عمل ايه مع حسبنا الله ونعم الوكيل. سواق اوبر ده انسان زيه زيك يا عم، انت مفكر نفسك فوق الكوكب؟ تعال نتفرج على الفيديو ده ويا ريت تقول لي رايك في التعليق. افتكر ان انا قلتها يا عم ماشي اللي انت عايزه. انا انا بكلمك باحترام ولا انا بتكلم باحترام، مفيش دين ام حد بيعرف يغلط مع دين ام. انا يا عم انا كلمت عليت صوتي اصلا. ما تنسلهمش ليه يا عم؟ ما انا لا انا وقفت على جنب اهو. انا واقف لك اهو يا ابو. بعدين انا اكبر منك سنا، انت عارف ان انت بتكلمني بص انا ما كده. بيهمنيش كبير ولا صغير. لا، أنا بكلمك استنى باحترام. بس عشان بص انت هتعمل نفسك حكايه بنت متنكه. انا بقول لك انا اكبر منك سنا. ما بيهمنيش يابا سن. فانا اسمع بكلمك مني. باحترام انا يعني بكلمك عن التاني باحترام. انت ما بتفهمش. يا عم انا عملت حاجه؟ انت ما بتفهمش والله ما عملت حاجه. انا ما عملتش حاجه اصلا. انا لقيته فجاه صلى على النبي. صلى على النبي. انا مصلي عليه انا لقيته يا ابني، ما نزلتهمش عند البيت ليه؟ صلى على النبي. صلي عليه. طب انا اقول لك قول لي بس يا طب احنا بنتكلم بالراحه. بنتكلم بالراحه. طب بص انا انا مش هلمسك. انا ضيف في بلد، انا ضيف في بلدك فعيب. انا واقف باحترام. طب يا ضيف ما نزلتش العيال عند البيت ليه يا ضيف؟ ما أنا بقول لك كلمت الحكومه ولا لا؟ لا ما بس ما تعملش حاجه بس. خلاص خلاص قلنا خلاص قلنا مالكش دعوه بيه. خلاص ضيف عندك. خلاص قلنا بس اسكت. بس انا بكلمك ما كمل اول. قلت لك نزلتين امها عند البيت. هي فين؟ يا ابني دين الكلب يا عم دي حامل يحرق دين والله امك. ما اعرف يا ابني المتنكه يا عم. شغال ليه؟ طالما خايف تخش جوه شغال ليه؟ يعني أنت قلت حط لك نفسك هديك مكان. زياده، حط قلت نفسك. لك هديك فوق حقك. يا عم يا ابني الوسخه عيالي حامل تنزلها في الشارع وانا عملت معاهم فوق على دين امك. غور امشي يا ابن المتنكه. يلا احسن لك. يلا ماشي يا صاحبي. يلا ماشي يا عم. يلا طب ما انا همشي. يلا عشان غسالك دين امها. يلا يلا بس يا احمد يلا ماشي. يلا